ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طبعا انت شفت العنوان اللي انا كاتبه، ان انا بعت ايميل يعني للسفاره الامريكيه. قلت لهم على موضوع زيزو. ايه بقى الموضوع بقى اللي انا عملته بالظبط؟ الموضوع كله ان انا بعت ايميل، وكمان ده مش ايميل واحد، انا بصوا. يعني مش عايز احرق المفاجاه، ابعت بس ايه، انا بس هقول لكم على ايميل واحد بس، ايه من اللي انا بعته. بعت هنا للسفاره الامريكيه اللي في مصر، ده اول حاجه يعني. قلت لهم يا جماعه ان الراجل ده اول حاجه هو لاعب لسه في نادي الزمالك. وعندي معلومه ان هو قدم الفيزا. اول حاجه قدم على فيزا السياحه، مش فيزا عمل. لان هو مقدم عليها على اساس ان هو هيروح يلعب كاس العالم للانديه. فاول حاجه ده ما ينفعش. وتاني حاجه اتاكدوا ان هو مقدم عليها وان هو كاتب لاعب في نادي الزمالك مش في النادي الاهلي بس. لان هو طبعا زيزو عمل ان انا المعلومه اللي عندي يعني عمل خطأين. اول حاجه قدم على فيزا سياحه بي 1 بي 2، المفروض يقدم على فيزا عمل اللي هي بتبقى اتش 1 بي، او ممكن بقى فيزا تانية، مثلا في فيزا تانية دي ممكن يقدم عليها. المهم يعني ما ينفعش يقدم على فيزا سياحه ويجي يلعب ماتشات. بس انا عشان كده ايه، نبهتهم الحته دي. وقلت لهم ان ده لسه لغايه يوم 30 6. عقده مع الزمالك سايل لغايه يوم 30 6، او على الاقل في شهر 6، يعني عقده يخلص لسه في شهر 6. فبالتالي الراجل راح في يوم 7 ابريل، قدم على فيزا سياحه. فبس انا نبهتهم على الحاجات دي وحاجات تانية كده. وانا حاطط الموضوع ده عندي على الصفحه، واتمنى كل الزمالكاويه اللي في مصر يعملوا كده. غير بقى شويه حاجات حلوه كده برضه، ايه بعت ايميلات هنا برضه في امريكا هنا كده، على اساس ان شاء الله ايه الناس تشوف ايه البيانات بتاعته، كل حاجه صح وكلها رسمي يا باشا. انا ولا بتبلع عليه ولا بقول حاجه عيب ولا حرام. انا بقول ان هو لاعب في الزمالك، وان هو مش لاعب مش في النادي الاهلي. وقلت ان هو قدم على فيزا السياحه مش فيزا عمل، عشان يجي يلعب هنا ايه في بطوله اللي هي كاس العالم للانديه بس. فان شاء الله كده ايه، يعني لو في خير كده ايه يعني بقى أنا مش هتكلم، خلينا مفاجاه يعني ان شاء الله. تاني حاجه، الناس برضه اللي بتقول لك زيزو عقده هيخلص من 5 6 يا جماعه. اتقوا الله يا جماعه. اول حاجه العقد زيزو هيخلص يوم 30 6، تمام؟ زيه زي ناس كتير جدا. ما فيش حاجه اسمها ايه، اصل العقد ايه ده؟ حشرات هنا في الجنينه هنا مليانه. مفيش حاجه اسمها يا جماعه ان حتى بص سيرته بتجيب حاجه صعبه والله العظيم، حاجه يعني يلا. مفيش حاجه اسمها يا جماعه عقده يخلص فبالتالي سوري الموسم يخلص فعقده خلص، لا. العقد حاجه واسمه ده والموسم حاجه تاني خالص. بدليل يا جماعه، اول حاجه النهارده او الفتره دي اهو، اللعيب بتاع ليفربول ارنولد دلوقتي ريال مدريد بتفاوض معاه ان هو يدفع له فلوس، لان هو خلاص، هو بص الدوري خلص خلاص، هيخلص في اسبانيا. لكن لسه عقده ممتد لغايه 30 6. فبيستاذنوهم ان هو يا جماعه ايه، انا الفتره دي حتى لو مش هيلعب مفيش حاجه خالص، لا يعني خلاص هدفع لكم مثلا مقابل مادي عشان ايه يلعب كاس العالم للانديه. نفس الموضوع النادي الاهلي بيعملوا مع اليو ديانج. وكمان ايه ده، اليو ديانج كمان اصلا ايه، اليو ديانج اعاره، يعني هو اساسا على قوه النادي الاهلي اعاره. رغم كده برضه الفريق السعودي قال لك ده هيلعب المفروض يعني رسمي يبقى معانا لغايه 30 6. فلازم هم اللي يديهم الاوكي. رغم طبعا الناس طلعت محترمين وقال لك احنا تمام بس هو لازم موافقه النادي. فدي نيجي هنا بقى في مصر عند زيزو يقول لك لا لا لا، زيزو السيستم خلص ولا الموسم خلص فخلاص عقده يخلص. ازاي يا جماعه؟ ايه اللي جاب ده ايه اللي جاب الموسم للعقد؟ موديس السنه اللي فاتت كان عقده لغايه يوم 30 6، تمام؟ هل هو كمل الموسم مع النادي الاهلي؟ ما كملش، عقده خلص مشي. قبل كده ساسي وفرجاني ساسي لما لعبوا مع الزمالك برضه كان الموسم بتاعنا كان خلص في شهر 8، هم برضه عقدهم خلص في شهر 6 ومشيوا. فيا جماعه ده حاجه وده حاجه، مفيش حاجه. ليه بقى ما قلناش بقى لا اصل مش بالعقد بالموسم ويستنوا لغايه الموسم؟ مفيش. ده حاجه وده حاجه، عشان بس الناس اللي بتتكلم كتير، الناس اللي بتهبل. فلازم طبعا الاداره عندنا تفوق للموضوع ده، ولازم ياخدوا موقف واكشن في الموضوع ده. لو زيزو لعب في كاس العالم، وطبعا بص يا جماعه عشان نبقى كده ايه على بلاطه كده اهو، احنا ما فيش اي حاجه الزمالك هيعملها هياخد بيه يعني هيتنصر في مصر. اي حاجه هتبقى ضد النادي الاهلي، سواء بقى لجنه تظلمات، لجنه مش عارف ايه، لجنه ايه، اي لجنه في الشارع كده هتحكم النادي الاهلي، دي خلاص معروفه. فانت بتعمل ايه؟ بتستف ورقك وبتعمل الخطوات دي. انا عارف ان الاتحاد المصري هيكوسها النادي الاهلي، وبعد كده اروح لجنه التظلمات هتكوسها النادي الاهلي. بس خلاص دي خطوات انا بعملها باخدها، عشان بعد كده في الاخر خالص بجمع كل ده بقى ايه، بعته للفيفا. زي كده ايه القضيه بتاعت كهرباء وقضايا كتير جدا، قضيه الشيبي مع حسين الشحات، ما كل ده الاهلي كان واخد فيها هنا، تمام؟ قضيه عبد الله السعيد كانوا حاجزين على فلوسه.
جاب لهم قرار من فيفا ان مفيش الكلام ده كله، اخد تعويض رمضان صبحي بصوا هم اي حاجه هنا في مصر هياخدوها خلاص، هي دي بلدهم ودي كل حاجه، هم فعلا نادي الدوله وننوس وكل حاجه. اه لا بقى ما عادش الاوضاع عندنا في مصر انا مش والله انا مش عايز اتكلم عشان بس الناس تقول لك ايه ده بيلخبط في الكلام وي وي وي، بس لا في حاجه غريبه، في حاجه يعني انا مستغرب ان انا ابقى راجل قاضي جاي لي ورق وبحكم او بخاف ان انا ادي اقول القرار الصح عشان خوفا من النادي الاهلي. خلاص فايا كان بقى، فاحنا بنعمل الورق بتاعنا زي مثلا دلوقتي الزمالك مقدم ان هو لازم زيزو يتوقف 4 شهور ولازم مش عارف ايه، فطبعا القرار هيطلع ايه؟ مفيش ادله، مفيش بيبي، مفيش كيكي، وفي الاخر ايه؟ خلاص ماشي مفيش اي حاجه، هناخد الكلام ده كله ونبعته على الفيفا وناخد حقنا تالت ومتلت زي كل مره. فمش عاوز بس يا جماعه عشان الناس بس ايه اللي تتضايق تيجي تقول لك ايه ده لا احنا خلاص بقى مش هناخد حقنا، لا هناخد حقنا، اعمل اللي عليك على الاقل، اعمل عليك وابعت وسسم وقف، بعد كده ايه؟ هتاخد حقك تالت ومتلت. انا برضه ده اديني بسعى في موضوع عزيز اهو عشان ايه؟ حق الزمالك يجي، حتى لو البهوات عندنا في مجلس الاداره دول ناس يعني في نايمه في ان هم يعني نايمين في العسل، فلا احنا كزملكاويه هنا في امريكا ان شاء الله مش هنسكت ان شاء الله، وهناخد حق فرقتنا تالت ومتلت باذن الله ان شاء الله. يبقى انا كده اتكلمت في موضوع زيزو، اتكلمت في موضوع الايميلات، واخر حاجه خالص بتكلم فيها دلوقتي موضوع محمود الخطيب. دلوقتي قلتها قبل كده وبقولها تاني، دايس بكل قوه ان هو عاوز القرارات بتاعه لجنه التظلمات انها حتى بدل ما تبقى لا يجي يقول لك خلاص ايه ما فيش خصم 3 نقط، لا ده مش عاوز كده، ده عاوز كمان ماتش يتعاد. فانا بقول للجماعه الناس اللي عندنا يعني حتى ايا كان القرار سواء بقى ما خصموش 3 نقط او ماتش يتعاد، بس ماتش يتعاد دي هتبقى قاتله بقى، حاجه بقى بصي بجاحه البجاحه. فانا انا اللي انا متوقعه من لجنه التظلمات انها هتقول لك لا خلاص ما فيش خصم 3 نقط يعني، فخلاص ساعتها ايه؟ احنا بس ايه هناخد الورق بقى نطلع على طول ايه على الكاف على الفيفا عشان ناخد حقنا في الموضوع ده، مع ان هو كده دلوقتي مش هيفيدنا خالص، احنا ايه غالبا بنسبه كبيره احنا اوت يعني حتى في مركز تاني. بس اعمل عليك برضه، خد حقك وخد 3 نقط على الاقل، حتى لو انت ما خدتش مركز تاني الاهلي ما خدش مركز اول ما خدش الدوري، بس خد حقك وظبط ورقك. وانت مش لازم يبقى احنا دايما رد فعل، لازم انت ايه كل حاجه انت بتفعل. يا راجل ده الاهلي قبل ما يطلع عليه قرار القرار بيبقى جاي عنده على الترابيزه، بقول لك ايه يا اهلي احنا بكره هنعمل فيك كذا، موافق ولا مش موافق؟ ايه ده؟ لا ماشي مشي لي دي، اعمل لي دي، خيط لي دي، مش عارف ايه ده. لكن انت بتبقى قاعد كده زيك زي اي حد كده بفهم بتتفاجئ بالقرارات، ما ينفعش يا حبيبي، انت المفروض ماسك نادي كبير زي نادي الزمالك، طب انت عندك اتصالات هنا وهنا، لازم عندك علاقات كويسه جدا في الاتحاد الاسيوي والاتحاد الافريقي والكاف قصدي والفيفا، لازم كل حاجه وترفع كده تليفون كده زي ما الخطيب يرفع تليفون كده بيبقى ليه شنه ورنه. هي اتصالات بيكلم فلان وعلان. بصوا انا اللي بيعجبني برضه في محمود الخطيب ان هو يعني بيانات وعياط وكل حاجه، لكن لا حتى بيسعى في حق مش حقه، زي موضوع اللي هو ماتش عاد القمه وعمال ايه يقول اصل انا ما انسحبتش، انا اتقال لي مش عارف ايه، اي حجج واي كلام واي هقص وبيتقال وخلاص، بس اهو بيسعى عشان ناديه، فراجل حاجه تحسب له يعني. فاتمنى الناس اللي عندنا الناس اللي نايمه في العسل دي تعمل حاجه زي كده ان شاء الله. و... واحنا كده ولا كده احنا حتى هم اللي هم مش بيعرفوا يعملوا احنا هنعمله ان شاء الله. اتمنى فعلا المجلس ده لو ما فرحش في اي حاجه خالص يغوب في 60 دقيقه عشان احنا زهقنا منكم وزهقنا من اوقافكم، انتوا سنه ونص فشل من فشل لفشل في كل الالعاب مش في الكوره بس. ده راجل ده احنا حتى كره يد اللي احنا كنا بناخد فيها بطولات كده ايه اللي هو مثلا بنزهق من كتر البطولات مش عارفين ناخد فيها ماتش مش بطوله. لا ده حاجه يعني حاجه في منتهى السخافه وحاجه تقرف. اتمنى ان شاء الله كده ان الموضوع ده يتحل، وان شاء الله لو الورق اتستف صح هناخد حقنا في كل حاجه مش في مصر بس، هناخد في الكاس اللي في الفيفا تمام. فاتمنى بقى كده صوتي يوصل، وان شاء الله انا هعمل عليا انا والناس اللي هنا وهنبعت ايميلات وهنظبط الدنيا ان شاء الله، وان شاء الله حق الزمالك هيجي تالت ومتالت باذن الله. يلا سلام.